السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليوم اليوم الرحمن والعصافير. النهاردة إن شاء الله قلت أوريكم الحاجات الحلوة، الزغاليل. ما شاء الله تبارك الله، غبت عنكم يومين. بصوا ما شاء الله تبارك الله، لو بصيتوا في الفيديوهات السابقة هتلاقوا الزغاليل دي كانت على اللحم. بصوا ما شاء الله سريع النمو عامل ازاي يا جماعة، ما شاء الله. بصوا رايش ازاي اليمام، وحلاوته في الإنبات، الشعر والحجم وسرعة النمو. على طول تلاقيه ما شاء الله تبارك الله كبر على طول. يعني ده بالظبط 20-25 يوم. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله. وهنبص برضك على الزغاليل التانية. بصوا يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، ادي عمر دول اكبر من دول ب3-4 ايام. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، بيقف على الايد اهو. زغلول لسه صغير، اصغر من التاني اكبر منه بشويه. بصوا ما شاء الله تبارك الله، صحه واكلين وريش متستف ولسه بيكتمل الريش. ما شاء الله تبارك الله اهو. بصوا يا جماعه، وده اهو كمان اهو ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا جماعه اهو، ده اللي كان لسه عاملين فيديوهاته من اسبوع اهو، اللي كنا شايلين من قشر البيض وقلنا لكم خلوا بالكم وكده اهو. ما شاء الله تبارك الله. وبرضك هقول لكم على حاجه النهارده برضك على الدبان اللي بيجي عليه والهاموش وكده. هقول لكم تستعملوا ايه، عشان في فيديوهات بعتت لي عندهم في الزغاليل. هو الدبان ما بيعملش حاجه، هو مجرد اللي هو بيمص ساعات من الريش، وبيمص من ريش الجناح اكتر، بتلاقيه تحت الجناح وبره الجناح. لكن اللي بيمسك في اللحم ده بيبقى حاجه تانية يا جماعه، عشان الناس بس ما تدخلش الامور كلها في بعضها. في دبان العريض بيقعد يمشي بعرض الفرد كده وتلاقيه اختفى مره واحده في الريش، ده بيمص على الريش بس، لكن ما بيمسكش، ما بيلزقش في الجسم، بيلزقش في الجسم كده ويقعد يمص فيه. لا ادي الجسم نضيف مفيش حاجه. وكان في دبانه دلوقتي فيه اللي هي ايه، اسمها سوسة الريش. ماشي يا جماعه. وادي برضك الزغلول ده ما شاء الله تبارك الله. الجوز ده ما شاء الله تبارك الله حصى اهو زي ما احنا شايفين، باض البطين وتمام التمام، بس لسه ما كشفتش على البطين. بس هم ان شاء الله يعني ايه مخصبين ان شاء الله بامر الله. يعني دول اللي احنا مجوزينهم جداد اهو، باضوا الحصويتين البطين ما شاء الله تبارك الله. نرجع بقى لموضوعنا بتاع الحشرات. الحشرات يا جماعه، طبعا احنا داخلين فصل الصيف، والحرارة طبعا الشديدة طبعا بتخرج كل حاجة من جحورها، سواء نمل، دبان، فاش، سوس، كل حاجة. كل ما يخص الصيف اللي كان مختفي في الشتاء طبعا ايه بيظهر في الصيف. فاحنا نحمي بقى زغاليلنا، ونحمي اليام بتاعنا، ونحمي حمامنا، ونحمي اي حاجة فيها ريش. نجيب ايه العلاج اللازم. طبعا الحاجة دي في منها انواع بتأذي الجلد، طبعا زي الفاش ده بيقتل مميت بالنسبة لليمام والحمام. والدبان اللي بيلزق في الجسم طبعا ده مميت جدا، بتلاقي الفرد ما كملش في يومين تلاقي الفرد اتصفط وتلاقيه رفع خالص وخس. فالحاجات دي طبعا خطيرة جدا، ولازم اللي احنا ايه نستغل فيها وننضفها بسرعة قبل ما يصيفوش علينا الجامد. اللي احنا ايه نوفر لهم جو مناسب وبيئة كويسة، بحيث اللي هو ايه الحشرات دي ما تسيطرش عليهم. طب نجيب ايه يا جماعة، نجيب ايه؟ طبعا قلنا قبل كده في فيديو من الصيف اللي فات، اكسوموسرين 5%. اكسوموسرين 5%. هي كانت العلبة معايا بس مش متواجدة بصراحة معايا دلوقتي، هي تحت. هنجيب نص غطاية او غطاية كاملة، نحطها على نص لتر مية، ونبتدي نحطها في بخاخة. طبعا مش هنرش على الاكل، ولا نرش على العين، ولا نرش في مسقة المية. التلاتة دول يا جماعة تخلي بالك منهم. تشيل مسقة المية وتشيل الأكالة اللي فيها الأكل، وما ترشش على عينيهم. ترش بعد كده في أي حتة تانية تعجبك، ترش على الأرضية، على حيطان القفص، على سقف القفص، على جوانب القفص، على العش بتاعهم، على مثلا تمسك الفرد كده على ظهره كده شوية. الحاجات دي كلها مفيش مشكلة فيها. المهم اللي انت ايه ما تجيبش مثلا على جسمه، على عينيهم، وعلى مسقة المية والأكالة. ماشي يا جماعة، دي لازم جدا، ولازم تاخد بالها منها جدا، ان انت ايه ما تجيبش حاجة عليهم، بحيث اللي هو ايه
في نسبة برضك سموم ممكن تأثر عليهم، وهي مش نسبة سم 100%، لأ نسبة سم معدلها اللي هي تموت الحشرات، لكن ما تأذيش ده طبعا، هتأذيه في معدته، هتأذيه معوي. احنا في غنى برضك عن الحاجات دي كلها. فاحنا يا جماعة لازم نجيب اكسوموسرين 5%، نص غطاية أو غطاية كاملة على نص لتر مية عشان تبقى مركزة، وتبتدي تحطها في بخاخة، بخاخة البخاخة اللي في الحلاقين دي، أو مثلا اللي بترشها تمسح الإزاز، أو أيا كان بخاخة يعني. تقوم جاي ماسكها. احنا بنقول ليه بخاخة، ما ينفعش ترش بالايد. البخاخة فيها تجميع اللي هي تملك الحاجة كلها، لما تيجي تبخ بتملك، بتمسك الحتة كلها ايه ببخها، غير ما تكون بترش بالايد تيجي في حتة وما تجيش في حتة كده. عايز تفضي القفص خالص تقوم جاي رش وسايبه يوم، تقوم جاي حاطط فيه تاني، مفيش اي مشكلة. عايز مثلا تشيل المس او تشيل الاكالة وتشيل الحاجات دي وتبتدي انت ترش، مفيش برضك اي مشكلة. دي يا جماعة ساعة ما ترشها لمدة مثلا 3 أيام متواصلين، أو في أول مرة لو أنت عندك كمية 3 أيام. لو أنت ما عندكش، أنت بتزود كنظافة، تقوم جاي عامل إيه، كل أسبوع ترش رش. في الصيف كل أسبوع ترش رش. وطبعا الإزازة بتبقى متوفرة عندنا في الصيدليات، ف هتلاقيها يعني ايه كتيرة متواجدة، ومش هتخلص عندك على طول. ممكن تستعملك الصيف كله. وممكن انت لو عندك يعني ايه مثلا حاجات كتير، فاش او حاجة او سوس، بتعمل مرتين مثلا في الاسبوع، ممكن تجيب ايه علبتين. والعلبة مش غالية، مش عارف حدود 17 جنيه او 15 جنيه حاجة زي كده. انا لسه ما جبتهاش بصراحة من الصيف اللي فات، بس لسه ان شاء الله اما الصيف يخش عليا شوية كده، بحيث ان انا ايه امسكهم كلهم. اجيب مثلا لو لتر مية احط غطيين، لو لترين مية احط 4 غطيان. ده لو عندك مجموعة كبيرة يعني. لو انت مثلا عندك مجموعة صغيرة قفصين ولا حاجة، يبقى نص لتر مية على على غطايا من الدواء اكسوموسرين 5%. تقوم جاي ايه رشش بيها ايه القفص كله، او العين اللي عندك، او السلاكة، او البلكونة، او اي حاجة، بحيث ان انت ايه لو في مثلا فاش هيطير، لو في نمل هيطفش، لو في اي طير بيضايقهم الكتبان كأي حاجة، مش هقرب منهم خالص. كده انت ايه وفرت لهم العلاج المناسب، اللي هو برضك ايه ما يضايقهمش في الشغل، ما يضايقهمش في الرقود. ممكن نتيجة تكون راقدة ولا حاجة، نتاية الراقدة تقوم جاية قايمة من حاجة بتاكلها في جسمها، تخرج تقف تقعد تنضف ايه في الحاجة اللي فيها. فاحنا لغينا على الحاجات دي كلها. نعملها ان شاء الله ونرشها، وان شاء الله تجيب معاك نتيجة، وتلاقي ان شاء الله ايه كويسة، وان شاء الله مش هتيجي يعني اي حاجة في الصيف طير اللي بيأذي اليمام عامة مش هتلاقي فيه خالص. طبعا انا لاحظت كم حاجة كده عندي برضك بتاعت الريش دي، فان شاء الله ايه لازم ايه اجيبه. وبرضك لو جبته هبقى اوريكم العلبة وطريقته ازاي، وتحط المية ازاي، وتبخ ازاي. ان شاء الله يعني ان شاء الله يكون موسم برضك الصيف حلو عليكم ان شاء الله بأمر الله. اليمام ما تقلقش منه، شغال صيف وشتاء، وما شاء الله يعني حاجة كويسة، ما تقلقش منه. ان شاء الله خير، وتلاقي معاك ينتج معاك، وان شاء الله ايه يطرح البركة عندك وعند الناس كلها. في اي سؤال في اي حاجة اكتبولي في تعليق، وان شاء الله ايه نتواصل مع بعض، وربنا يديم المعروف يا رب. طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. ما تنسوش اللايك يا جماعة، واللي عنده اي سؤال واحتاج رقم الواتس يكتب لي، ان شاء الله ايه نتواصل مع بعض. في اي مشكلة في اي حاجة يكتب لي في الواتس، وان شاء الله ايه نتواصل مع بعض انا وهو. طبعا ما تنسوش بقى اللايك اللايك اللايك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.